الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد لي أوقاتكم، كل خير وصحة وبركة يا رب. كيفكن جميعا؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. وبعد ما نصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، خلونا نبدأ هالفيديو مباشرة أنا وياكم. وبهذا اليوم عم سجل لكم الفيديو بيوم الجمعة. طبعا مثل ما انكم ملاحظين فيديوهاتي صايرة عم تصير إما يوم الخميس أو يوم الجمعة بسبب دوامي، يعني بتعرفوا انتو، فعن جد ما عم بفضى انه منتج ونزل وهيك، فلهيك عم يصير تنزيل الفيديوهات اما يوم الخميس او الجمعة. بس يعني للأمانة كتير عم بشتاق اني انزل على القناة. هلا انا بضل مستمرة بفلوجات او انه تنزيل دروس على المنصة، يعني بنزل بس شو على التيك توك الفيديو بيكون كتير قصير فما بيطول معي، يعني ما بياخد معي دقيقتين ثلاثة يمكن. اما الفيديو على اليوتيوب فبده شغل كتير، تظبيط ومنتجة وهيك، فلهيك بطول لحتى انزل على اليوتيوب. والمهم يا صبايا، هذا الفيديو كان عبارة عن يعني يومين او ثلاثة، وحبيت بهذا الفيديو فيدكم بموضوع اسعار البيوت قديش صايرة وكيف صايرة عنا هون بالمنطقة. هلا انا لما بحكي بهذا المجال بالذات فانا بحكي عن سرمدة بشكل خاص. ليش؟ لاني عايشة فيها، ولاني عم بسمع، عم شوف قديش الاسعار عم تكون، فبحب فيدكم بهذا الموضوع. ولكن مثل ما قلت لكم حصرا بسرمدة، لاني انا موجودة فيها، برا سرمدة ما بعرف. يعني هلا بنسمع مثلا عن اسعار البيوت بحلب بإدلب كذا، بس شو يعني ماني متأكدة من اسعارهم او ماني متأكدة من الحكي اللي عم نسمعه. اما بالنسبة لهون يعني متأكدة 100%. هلا شوفي يا صبايا، مثل ما نشرت بفيديو سابق انه انا رح بيع بيتي واخد بيت بسرمدة البلد، وحكيت لكم الأسباب وكذا، ما راح أرجع أعيد. أهم سبب كان من الأسباب إنه أنا أكون بقلب البلد، لأني بصراحة أنا صايرة بعيدة. هلأ هون بسرمدة الجديدة في محلات، مو إنه ما في محلات، وفي مثلا شو بيلزمك، وحتى في خدمة توصيل للباب البيت. بس أبشع شغلة بسرمدة الجديدة إنه ما في مواصلات. حتى لو كان عندك أنت سيارة، فأنت اليوم إذا بدك تسجلي ابنك بمعهد أو بمدرسة، أنت ما يعني مو كل يوم كيف بدي لكم فيكي تلتزمي مثلا انت تنزليه على المعهد او تنزليه على المدرسه، ما فيكي كل يوم. هلا المدرسه في اوتوكار ولنفترض، بس مثل اذا بدك تسجلي بمعهد تعليم وليكن كمبيوتر انجليزي اي شيء، تستغلي مثلا الوقت العطله الصيفيه تسجلي بنادي كذا، فانت مضطره تنزلي لتحت. فلهيك يعني بصراحه، وبنفس الوقت انا جنب اهلي تحت، فاختصرت هذا الموضوع وقررنا انا وزوجي انه نبيع هذا البيت وناخذ بيت بسرمده. وهلا رح أخبركم بهذا الفيديو عن أسعار البيوت بسرمدة، بما أني يعني كتير سألت عن هذا الموضوع يعني، وصرنا فترة عن جد مشغولين وعم نشوف بيوت وهيك. فيعني بصراحة تفاجأنا وانصدمنا بالأسعار. هلا هون عم فرجيكم البيوت، بعض يعني من البيوت. هلا هون مصورة يمكن بيتين بس نزلت لكم اياهم، ما نزلت باقي البيوت. شوفوا صبايا، يعني بصراحة تفاجأت بالأسعار. يعني نحن أول ما جينا على سرمدة جديدة أخذنا البيوت بأسعار رخيصة كتير. كانت المنطقة لسه عم تتعمر جديد، تمام. كان لسه ما في سكن كتير، فكانت الأسعار فعلا كتير رخيصة. في صبية من فترة سألتني قديش بدك تبيعي بيتك، فأنا كتبت لها تقريبا 25,000، فهي تفاجأت بالسعر. يعني إنه يعني أنت قلتي البيوت كتير رخيصة هون، فليش هيك صار السعر؟ صبايا هلأ بسرمدة جديدة الأسعار مستحيل تاخدوا بيت تحت 25,000. عرفتوا؟ الأسعار كتير 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 غالية، إلا إذا كان غرفتين ومنتفعات. يعني حتى الغرفتين ومنتفعات عم يطلبوا فيهم تقريبا بال15,000 وانتوا طالعين. إذا كان بالبنايات اللي كيف بدي لكم، هلا في بنايات هون مثلا ملبسة حجر، أو إنه بتكون على الشارع الرئيسي، مو الشارع الرئيسي عفوا، على إطلالة مثلا، إطلالة سواء الحدائق أو إطلالة على الجبال، على المقلع يعني. فهي الإطلالة كتير حلوة يعني. فهون البيوت بتكون بالنار. يعني هلا أنا بيتي مثلا هون اطلالته على المقلع، ايه قدامي كله فلا، وقد ما تعمر فما رح يسكر على بيوتنا مثلا. عرفتوا؟ فيعني هون الأسعار بتكون غالية نوعا ما. أما بالنسبة للبنايات اللي موجودة بالنص أو البنايات الموجودة يعني شوي مثل ما بيقولوا حشوة كبيوت يعني،
بتكون البيوت ما لها أطلالة أو بتكون خلفية، فهي بتكون أسعارها أرخص شوي، 17 18. من فترة شفت بيت والله ب13 كمان، 13 و500. فإنه في هيك أسعار، بس شو بالصدفة يعني لحتى تلاقي إجمالا الأسعار بدك تحكي من 25,000 وانتو طالعين. يعني صدقا في بيوت عم نشوفهم بس ما شاء الله، يعني التصميم رائع، الديكور، البيت فعلا بيستاهل يعني، بس الأسعار يعني نار نار، 50,000 60,000 دولار. في ناس سبحان الله يعني ممكن يقولوا إنه لا أسعار عادية يعني، على التصميم اللي عم يعملوه على المنطقة، بس وفي ناس بتقول لا كثير غالي يعني، وحرام إنه قد ما كان يعني مو 60,000 دولار. أنت بالنهاية يعني الناس تجي بتقلك أنت نحن ما لنا بأوروبا يعني حتى تكون هالأسعار هي كلها. فيعني هي الأسعار حاليا بسرمدة جديدة بالنسبة لسرمدة البلد. هلا كنا نقول انه يعني مثلا اللي بيبيع بيته هون بياخد بيت بسرمدة تحت، احلى بيت وبيت عربي على كيفكم، وبتاخدوه ب 13 14 الف، هيك كنا نقول. ولكن وقت اللي نزلنا وشفنا بعيننا، هلا الاسعار عقد ما غليانة يعني. طبعا صبايا البيت المهتري، البيت اللي والله ما بينسكن، بده شغل بده شغل، اقل شيء بدك تحطي عليه يمكن شيء 6 7 آلاف دولار. الأسعار يعني بدنا نحكي تقريبا من 25,000 وانتو طالعين. تمام. بيقولوا لك الموقع، بيقولوا لكم ما بعرف يعني هيك شغلات، بس بشكل عام الأسعار بسرمدة تحت كتير كتير غليانة، كتير كتير يعني انصدمنا بالأسعار تحت كيف صايرة. حتى يعني انه اللهم صل على سيدنا محمد، البيوت اللي ممتازة اللي عاملين لها اكساء وديكور وموقع كويس وهيك، انه بقلب البلد مثلا او على شارع رئيسي وهيك، اسعارهم يعني فعلا غالية كتير، يعني 40,000 دولار 45,000 دولار. في طبعا كمان ب30,000 دولار بتلاقوا يعني، حتى 25,000 بتلاقوا، بس حسب الموقع يعني. فانه بدنا نحكي وسطيا، الاسعار من 25,000 اذا بدكم تاخدوا بيت منيح يكون ميكسي يكون مرتب مثلا، يعني نوعا ما شي بسيط، بدنا نحكي 25,000 ونحن طالعين. صبايا في بيوت أرخص بتكون، لقينا بيوت ب8,000، لقينا بيوت مثلا ب12,000 13,000، لقينا ب15,000. بس هي البيوت بدها شغل بدها شغل، حتى الحارات اللي هي فيها مو زيادة أبدا أبدا أبدا، وبدها شغل كتير. يعني كيف الحارة مو زيادة؟ يعني الحارة بتكون مثلا لسه يعني شوارع، ما في شوارع مثلا زفت، الشوارع كلها تراب، الشوارع كلها بقايا مقالع هون بيقولوا لها. فيعني كتير الحارة بتكون تعبانة. شفنا بيت صورت لكم اياه بالفيديو، عن جد البيت كتير حلو من جوا مرتب، ويعني فيكي مثلا مباشرة تحطي وتسكني، تمام، وش دهان وبتعذي. بس وين الفكرة؟ الفكرة انه الحارة يعني والله ما بتنسكن. عقد ما اول شيء قدامك مكب نفايات كلياته، تمام، يعني كلها حاوية هي طبعا عاملينها، بس شو حواليها تقولي مكب نفايات. الحارة كلياتها شارعة بقايا مقالع يمكن أو تراب ما بعرف يعني، فإنه كتير سيئة الحارة. فبتلاقوا بيوت أرخص، عشان ما يجي حدا هلأ يقول لي والله لا في بيوت أخذت أنا ب15 أخذت ب13، في هيك أسعار، بس الحارة مو منيحة. أو بيكون البيت بيقولوا لكم إنه رايح تنظيم، يمكن إنه هيك شغلات ما بفهم فيهم كتير هدول القصص. شي بيقولوا لكم البيت تنظيم حدايق وهالقصص هي يعني. فوالله يعني هذا الواقع، وهذا الشيء اللي رحت شفته أنا بعيني. شفت بيوت مثل ما قلت لكم بتجنن كتير حلوة، بس أسعار غالية، بدكم تحكوا 25,000 وأنتوا طالعين. يعني تخيلوا شفنا من فترة بيت غرفتين ومنتفعات ب25,000، البيت كتير حلو كتير كتير يعني، قد ما قلت لكم أكتر ومزبط وديكور وكذا وموقع حلو، بس غرفتين ومنتفعات كتير صغير بالنسبة لنا. شفنا بيوت كمان 3 ومنتفعات بس الأسعار 40 35. فنحنا ما بيناسبنا هذا السعر. ليش؟ لأني نحنا بالصبايا هلأ صح هون الأسعار بسرمدة الجديدة غليت، بس في فكرة إنه بيتنا نحنا لسه عليه تقسيط للشركة. فأنا اليوم المصاري اللي بدي أخذهم أول شي رح شيل قسم منهم وكمل للشركة، عرفتوا، وبعدين أخذ بيت اللي بيتبقى بدي أخذ بيت اللي فيه يعني. فيعني بدي احسب حساب اول شيء انه انا رح اشيل قسم من هذا المبلغ ادفعه للشركة كمالة التقسيط. نحن الحمد لله يعني لسه عم نوفي التقسيط مثل ما بتعرفوا. فرح نشيل هذا القسم للشركة نكمل لها التقسيط. باقي لنا تقريبا يعني للشهر الثاني بيخلص يعني العقد،
فيعني رح نشيل قسم منهم والباقي نشتري فيه بيت. فلما بدنا ندور على شيء يكون مناسب لمصراتنا. فهي الأسعار اللي عم نشوفها أسعار خيالية، عرفتوا علي؟ المهم معكم بطول السيرة حبيت اختصر لكم الفيديو واختصر لكم الكلام كله بكلمتين، انه الاسعار عن جد هي غليانة كتير. فاللي برا عم تتفاجئوا بالاسعار، عم تقولوا انه مثلا كتير غالي وهيك، فمعكم حق. بس يمكن الإقبال على منطقة إدلب بشكل عام أو على محافظة إدلب يعني بشكل عام هو اللي غلى هي الأسعار كل هالقد، باعتبار إنه هو متوفر كمي وكهرباء والأمور ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني الله يحمي البلد كلها كتير ممتازة، فلهيك صارت الأسعار كتير غالية. وبصراحة ما بقدر أنصحكم هلأ إنه قلكن اشتروا بيوت. المغتربين طبعا اللي برا اشتروا هلأ بيوت لأني ممكن تغلى لقدام أكتر. وما بقدر لكم لا تشتروا بيوت لاني ممكن ترخص لقدام، فما بعرف شو الاسعار رح تصير. ما حدا بيعرف بهذا الموضوع طبعا يعني. فلهيك حبيت فيتكم بالاسعار الموجودة حاليا، انه انتو فيكم بسعر تقريبا 30,000 او اكتر شوي او اقل شوي انه تاخدوا بيت هيك حلو ومرتب وموقعه حلو. وبالنسبة لسرمدة الجديدة فكمان هي المنطقة حلوة مثل ما قلت لكم، وحرام يعني مخدمة نوعا ما، بس يعني عزرة حاليا المواصلات، بس ممكن يعني اللي عنده سيارة ما يلاقي صعوبة بهذا الموضوع. اللي عنده أولاد صغار عن جد رح يلاقي صعوبة، لأني هون في كتير ناس يعني في كتير صبايا أنا تعرفت عليهم هون بالمنطقة، فعم يواجهوا نفس الشيء اللي عم واجهه أنا بالنسبة لموضوع الأولاد الصغار، إنه إذا بدك تسجلي ابنك بمعهد بنادي بكذا فرح تلاقي صعوبة بهذا الموضوع نوعا ما، أو رح تنحرمي هي الشغلة يعني. شغلة تانية بالنسبة إلي أنا إنه كتدريس، فالمدارس كلها عم تكون تحت، فإجباري أنا بدي أنزل لتحت، هم ما في غير مدرسة واحدة، فإجباري شغلي رح يكون تحت. فيعني أفضل إلي إنه أنا أسكن بقلب البلد، ومن جهة تانية أنا رح أكون جنب أهلي، فالحمد لله رب العالمين. وهيك والله يا صبايا. وهون مثل ما انكم شايفين خلوني احكي لكم شوي عن الفيديو بقى، لاني راح الفيديو وما حكيت لكم شيء منه. بهذا الفيديو يا صبايا اول شيء مثل ما انكم شايفين صورت لكم اول شيء بعد ما جيت من المدرسة، من طلعتي الصبح على المدرسة لوقت رجعت. طلعنا على المدرسة، بعدين رجعت لعند ماما، عديت عليها، شربنا فنجان قهوة عندها وعملنا الغداء انا وياها، تغدينا. مو بس انا وياها يعني، طبعا اجت اختي كمان واجا اخوي وزوجي وكلياتنا يعني. فتغدينا عنده وبعدين طلعنا على البيت. كمان شفتوا بالفيديو بيوم تاني كنت عم صور لكم هون بعد ما جابني زوجي من المدرسة، فكنا جايبين معنا بليلة. أول شي حطيت البليلة على الغاز، عملت قهوة هيك قلت صحي راسي شوي وبعدين قوم للبيت وشغل البيت. فقمت مثل ما شفتوا شطفت البرندة، وبعدين اللهم صل على سيدنا محمد، هون صار تقريبا عند العصريات نمت لي شوي، حطيت راسي ونمت. كل يوم عم نام لي شي ساعة أو ساعتين العصر صراحة يعني، لأني عم فيق كتير بكير وما عم بقدر نام بكير كتير عم أعاني بهذا الموضوع النوم بكير. ايه والله يا صبايا. وبعدين زوجي هون المسا كمان جاب عشاء، فرمت صحن سلطة قبل ما يجي وبس هيك. هون مثل ما انكم شايفين العشاء صار جاهز. لا تنسوني من لايك. سلام عليكم.